لو الفيديو ده وصل لك يبقى انت مهتم بمجال الجرافيك. عشان تعمل تصميم فيه توهج زي ده هنشتغل على 3 ادوات: كولر بالانس، الليفلز، الاتر جلو. ويلا بينا نبدا. اول حاجه، وبعد ما تجيب الصوره بتاعتك هتحدد على اعدادي، تروح محدد كده على الشخص وتروح دايس كنترول جي. كده احنا فصلنا الشخص عن الخلفيه. وعشان اجيب كل الابيض اللي في الشخص اروح فاتح سيلكت واجيب منها كولر رينج، هتظهر لي بالشكل ده كده. بس انا عايز كل الابيض، افضل افتح لحد ما اجيب الابيض كله. انا مثلا وقفت هنا على 70، بعد كده ادوس اوكي. كده هو حدد لي كل الابيض. بعد كده ادوس كنترول جي، وبعدين نجيب من هنا كولر بالانس. من الميد تون هنختار السيان -100، وهنختار من البلو -100 برضه. بعدين هنيجي في الشادو هنجيبه هنا برضه على -100 في السيان، والبلو هنخليه لحد 40 مثلا. وبعدين هنجيب الهايلايت وهنزود سنه هنا بسيطه، وهنزود هنا سنه بسيطه كده. بعد كده هتروح للكولر بالانس وتيجي على علامه الماسك دي وتجيب البراش وتخلي الفلو بتاعك مثلا 10. بعد كده تبدا تمسح كده اجزاء من الصوره بتاعتك. وبعدين هنجيب من هنا تاني الليفلز عشان نغمق اجزاء من الصوره، ونجيب السلايدر ده شويه كده، ونجيب السلايدر ده كمان شويه كده. وبعد كده هنيجي على اللاير اللي احنا خدنا منه الابيض كله من الشخص، فكان نطلعه فوق خالص ونضغط ضغطتين. اول حاجه هندوس على كولر اوفرلاي ونختار منها لون يكون فاتح. انا اخترت اللون السماوي الفاتح ده. وبعد كده ادوس اوكي ونخلي الاوباستي بتاعه 100%. بعد كده ادوس على اتر جلو وهخلي البلند مود بتاعه سكرين، واخلي الاوباستي على 40، وهخلي برده اللون بتاعه افتح شويه. بعد كده ادوس اوكي، يبقى بالشكل ده زي ما انت شايف تحت كده. وبعد كده ادوس هنا اوكي. بعد كده اعمل له ماسك واجيب البراش امسح الابيض اللي انا مش عايزه. وبعد كده انزل على الصوره الاصليه تحت واعمل نيو لاير واجيب البراش واجيب اللون ده وادوس الت. وبعد كده اضغط ضغطه واحده كده وادوس كنترول تي وابدا اكبر بالشكل ده. وبعد كده ادوس الت على اللاير وابدا اكرره واطلعه فوق، وهخلي الاوباستي بتاعته على 20 مثلا. وبعد كده انزل على الماسك بتاع الليفل واجيب البراش واخلي الفلو هنا على 10 وابدا امسح كده بالشكل ده كده. اللينس فلير هنيجي ناخدها كوبي، ندوس كنترول سي، نرجع تاني وننزلها تحت خالص عند الستوك بتاعتنا اللاير الاصليه، وندوس كنترول شيفت في، هتظهر زي ما انت شايف كده. بعد كده هتيجي من هنا وهتاخدها سكرين وبس كده، ومفيش بعد كده. كده قبل كده بعد. ولو عجبك الفيديو احفظه وما تنساش تعمل فولو ولايك، واستنى الجديد، واكتب لنا رأيك في كومنت.